تعالى اقولك على احلى طريقة تعملي بيها اصابع الكفتة المقلية بطريقة سهلة وبسيطة ومش بتاخد منك وقت. وكل الحكاية ب4 كوبايات من الدقيق. زي ما انت شايفة كده هنعمل احلى صابع كفتة. هنجيب 4 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقة بيكنج باودر مليانة صغيرة، معلقة سكر، نص معلقة ملح، وكوباية لبن او حليب زي ما بيسموه، و3 معالق زيت على 3 معالق من المية. بس كده بس كده. هعجنها لحد ما تبقى معايا عجينة تكون طرية بس مش بتلزق زي ما انت هتشوفها معايا. انا بس زادت معايا، يعني ممكن تستغنى عن ال3 معالق من المية. انا هحتاج معلقة لانها كانت بتلزق معايا جامد، فهحتاج معلقة من الدقيق واحدة زي ما هتشوفها معايا كده بالظبط. يعني انا استخدمت على الحكاية دي كمان معلقة من الدقيق واحدة. تمام. اعملي انزلي زي ما انا نزلت كده بالمية والزيت بالتدريج، وهتطلع معاكي ان شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديك وهتطلع جميله جدا. بس ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. دوسي لايك كده وانت بتسمعيني وشجعيني بكومنت حلو. هنسيبها ترتاح لحد ما نعمل الكفته بتاعتي، بس اهم حاجه غطيها عشان الوش بتاعها ما ينشفش. هتجيبي بصلايه متوسطه. انا يعني كمان الكميه دي استخدمت فيها ربع كيلو لحمه، بس انا بعمل مقدار نص كيلو كفته. تمام. ومعلقتين من البقدونس، وهنضربهم في الكبة الأول مع بعض، وهنزل عليهم بنص كيلو من اللحمة بتاعت المفرومة. يعني انت لو عاوزة مش هتعملي حاجة بالباقي اللحمة، اعملي ربع كيلو بس، هيعمل معاكي الكمية دي كلها اللي انت شفتيها. وهننزل بمعلقة كبيرة من بهارات الكفتة، ورشة ملح ورشة فلفل أسمر. بنضربهم مع بعض في الكبة لحد ما يسمغوا مع بعض بنفس الطريقة اللي هتشوفيها دلوقتي. وبس كده. هننزل الخليط بتاعي في اي يعني في كيس زي ما انت شايفه كده، عشان تسهل معايا عمليه التصبيع بتاع الكفته. بتبقى سهله وجميله جدا جدا بالطريقه اللي هتشوفيها معايا. هجيب العجينه بتاعتي بعد ما ارتاحت حوالي، يعني قعدت حوالي 5 دقايق مش اكتر، 10 دقايق بالكتير، وبترتاح وبتبقى جميله جدا جدا. برش رشة دقيق على الرخامة بتاعتي، وبالمردلة بتاعتي او بالنشابة زي ما بيسموها بحاولي افرديها على شكل مستطيل احسن، عشان ما ناخدش هادر، لان كده كده الهادر اللي بطلعه برضو بستعمله، ما فيش اي حاجة برميها ولا اي حاجة بتبوظ مننا. تمام. يعني حاولي بس وانت بتفرديها خليها على شكل مستطيل احسن. تمام. بنفس الشكل ده. خلي الارتفاع بتاعها ما يكونش تخين قوي ولا رفيع قوي، بحيث واحنا بنقليها في الزيت تبقى مورقه معايا وجميله جدا بنفس الشكل اللي انت شايفاه كده. انا بظبط الحواف بتاعتها، وبعجن الاطراف اللي انا خلعتها دي، واسيبها ترتاح لحد ما اخلص، وبشكلها تاني ومفيش اي مشكله، بتطلع معايا جميله جدا 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 بنفس الشكل اللي انت شايفاه ده. تمام. وبعد كده هجيب الكفتة بتاعتي. يعني تحكمي في الصباع الكفتة بالقصة اللي انت بتقصيها. عاوزاها صوابع رفيعة قصي قصة رفيعة، عاوزاها صوابع صغيرة مفيش اي مشكلة. بمسكي الكيس بس من تحت عشان تنزل معاكي بسهولة. عاوزة تصغري الحجم بتاع صباع الاصابع المقلية مفيش اي مشكلة. يعني ممكن تقسمي الشكل ده على نصين واعمليها اصابع صغيرة، على حسب طبعا الطاسة اللي بتقلي فيها. لو هي كبيرة خليها عادي زي السندوتشات الشاورما كده لما بتبقى كبيرة. لو هي صغيرة مفيش اي مشكلة. هل بتشرب زيت؟ ابدا اطلاقا مش بتشرب زيت نهائيا. بتبقى جميلة جدا جدا وطعمها رهيب. لا ما تبقيش عارفة انت بتاكلي شاورما ولا بتاكلي سمبوسك ولا بتاكلي ايه بالظبط. طبعا عقبال بس ما نخلص الكمية برش رشة دقيق عشان ما تلزقش معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده. وكمان انا بعمل اشكال تاني. يعني ممكن تعملي على شكل سمبوسك، ممكن تعمليها على شكل زي القطايف المدورة. يعني اي شكل تعمليه اعمليه. انا اديتك بس ال الوصفة وانت ابداعي. هي عجينة سهلة وكويسة جدا جدا معاك. هتعمليها بالشكل ده. حاولي تبقي لفة والتانية وتقفلي، اهم حاجة قفليها كويس جدا جدا زي انت ما شايفة كده بالظبط. هخلص كل الكمية بنفس الطريقة دي. وزي ما قلت لك عاوزة تعمليها على شكل مدور مفيش مشكلة. يعني انا هنا باقي العجينة عملتها يعني
صغيره في الحجم وعملتها على شكل بونبوني زي ما انت شايفه كده بنفس الشكل كده، بتبقى جميله جدا جدا. بتعمليها وبتقفليها وبتدوسي عليها من على الاطراف، هتطلع معاكي الشكل البونبوني الجميل جدا. الاطفال بتفرح بيها وبتتبسط بيها جدا جدا، وكمان الكبار. في شكل تاني عملته مدور، يعني زي ما بقولك باي شكل هتعمليها. تخيلي ان انت عملت من 4 كوبايات دقيق حوالي 15 او 16 ساندوتش، وجميله جدا جدا مشبعه. هتنفع معاكي في السفريات، لو انت رايحه مصايف، لو انت عشوه، لو انت غدوه، بتبقى جميله جدا جدا. الزيت بتاعي ما بيبقاش سخن قوي ولا بيبقى بارد، بننزلها على درجه حراره متوسطه تمام عشان تستوي معانا تمام. بس ما تعمليش زي كده وتحطيها على التقفيله، يعني نزليها على التقفيله مش من فوق التقفيله بتاعتها، خليها من تحت في الطاسه تمام عشان ما تفتحش معاكي. هي اللهم لك الحمد ما فتحتش، بس عشان الشكل بتاعها يكون الطف واحلى من كده تمام. لكن هي مش بتشرب زيت نهائي، بتبقى طعمها جميل جدا جدا. بس يا حبيبة قلبي ما تنسنيش في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. زي ما قلتلك يعني جربيها وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكي، وهتشوفي بنفسك مش يعني كأنك عملتها في الفرن واحسن. النتيجة هايلة وبتطلع مورقة والكفتة مستوية جدا. يعني لو لك اي سؤال اكتبيلي وانا هرد عليك ان شاء الله بنفسي. بس ما تنسيش تشير الوصفة، وما تنسيش لو انت لسه ما عملتليش اشتراك في القناه يا ريت تعملي لي اشتراك عشان يوصلك مني كل جديد. مقرمشه من بره وطريه من جوه، والكفته بتاعتها مستويه وحلوه جدا، وهتشوفها بنفسك. تقدمها مع شيبس، مع بطاطس محمره، مع كاتشب، مع اي صوصات انت بتحبيها. وده كان الشكل البونبوني جميل جدا ولطيف. زي ما بقولك اي شكل انت عاوزه تعمليه اعمليه. هنا انا كنت بوريكي ان هي مخربشه كده وجميله ومقرمشه، وهفتحها لك دلوقتي وهتشوفيها بنفسك يعني جميله جدا. زي ما انت شايفه الكفته بتاعتي مستويه ومورقه جدا جدا وحلوه قوي قوي. يعني لو عملتيها بجد مش هتبطلي تعمليها. وغير كده ان هي سهله جدا، ولا بنخمر عجينه ولا اي حاجه. ولو انت محتاجه تشتري سندوتشات، لا اعمليها في البيت هتطلع اسهل واجمل. ويا رب يكون الفيديو عجبك.